بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة نعمل أحلى خلطة محشي، وإزاي نسلق كرنب ونعمل معاه بط. الأول هنتبل البطة. معايا بصلة محطوط عليها ملح وفلفل، هنتبلها ونسيبها شوية. هندعك كده الملح والفلفل مع بعض مع البصلة لحد ما ينزلوا المية بتاعتهم كده. لو انت حاسه ان البطه هتاخد سوا معاكي ما تحطيش ملح كتير، حطي حاجه بسيطه خالص مع الفلفل وتعكيهم مع بعض كده لحد ما ينزلوا الميه بتاعتهم كده اهي. تدعك بيها البطه كلها كده من جوه ومن بره ومن كل حته، دعكيها وسيبيها شويه على ما نعمل ايه خلطه المحشي. تمام كده، دعكها من كل حته ومن جوه. احنا بنسيب دي كده عشان نكتفها، عشان لو انت حابه تسويها سليمه اهو. تعرفي بين الجلد واللحم كمان، دي بتفرق جامد في الطعم لما تتبليها الاول قبل ما تسلقيها. تمام كده، نركنها بقى على جنب. معايا ايه بقى لخلطة المحشي؟ بصل وطماطم صلصة، طماطم فريش اهي، والبهارات بتاعة المحشي كمون، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات محشي وبابريكا، ومعايا فلفل شطة حمرا وخضرا وفصين توم فريش. مش حابة تحطي توم بلاش. الكرنب بقى انا عورتها كده، بتشيلي كل الجزء اللي هنا ده والعروق اللي هي هنا ملهاش لازمة، دي تعملي فيها ايه العروق القلب من جوه والعروق. بنخلي المية بتغلى هي بتاعت سلق الكرنب، هحط فيها شوية كمون حصى وملح، ننزل بيهم كده في المية. نيجي نحط الكرنبة نحطها من العروق من هنا كده، بسم الله اهي. ما بياخدش سلق كتير، حاجة بسيطة كده وتطلعي، عشان ما تسويهوش قوي يتهري معاكي وتيجي تسويه في الخلطة يبقى مش حلو خالص، يبقى معجن ومش حلو. هو تسيبيه الاول شوية ناحية العروق وبعد كده اقلبها واطلع على طول. نعمل هنا بقى كده خلطة المحشي اهو. ننزل بالبصل ونسيب شوية بصل هنا كده حبة صغيرين اهو. والبصلية كده بتسيبيها واحط عليها ملح وفلفل واسيبها دلوقتي. وهقولك في الاخر هعمل فيها ايه بالظبط البصلة اللي فيها ملح وفلفل دي. هنا هحط على البصلة دي شوية ملح، واحط فلفل واشوحهم كده. هقلب الكرنبة بقى على الناحية التانية كده اهو، بسم
تلاقي الورق بقى بيتفتت معاكي بسهولة جدا. مش بيواخد وقت خالص. يطلع معاكي بقى ورقة ورقة. البصل بقى بدأ يصفر معانا اهو، شوحه ويصفر معانا اهو. متخليهوش لونه يغمق عن كده. هنزل عليه بقى بشطة حمرا وخضرا وفصين الثوم الفريش، شوحه كده مع البصلة. هنا شغالين على الفرن نسلقه اهو. شغلي نفسك كده مع بعض، اسلقي الفرن، اعملي الخلطة، خلصي نفسك على طول. الناس اللي تقول لي انا بقعد احشي المحشي اليوم كله واضيع وقت، لا، ده مش بياخد وقت معايا خالص. هي ساعة او ساعتين بالكتير بالسوا بتاعه كمان على محشي واسويه ويبقى تمام. شفت الورقة بتتشال معاكي سهل ازاي اهي. طلعيها على طول كده. هنا الثوم اتشوح اهو والفلفل والشطة شوحوا مع البصلة. هنزل بقى بالطماطم، شط طماطم فريش وطماطم صلصة شوية سكر ومكعب مرقة، ونسيبها بقى تتسبك براحتها. ونخلص الكرنب هنا نسلقه. الكرنب ما بتحطيها على بعضها كده ما بتكملش معاكي 10 دقايق وبتبقي خلصتيها، خلصتي السليق والخلطة مع بعض كده. خلاص خلص المحشي. نعمل ايه تاني؟ هنحشيه بقى وخلاص. مهم اوي بعد ما تسلقي الكرنب طلعيه تحطيه في طبق مليان ميه تكون من الحنفيه دافيه كده، وتحطي فيها الكرنب وتطلعيه. ليه بقى؟ عشان لو في اي حاجه من داخل الكرنب من جوه بتنزل في الميه دي. لو انت مش شايفاها هي بتنزل في الميه دي. بتحطي كده في الميه وتشيلي اهو. طلعيه بقى لما تيجي تقطعيه، تقطعي العرق ده من هنا كده، نقطع العرق كده اهو، وبتسويها وتقطعي كده. الورقة معاكي بتبقى كده، تقطعيها على قد الصباع اهو، على حسب ما انت ما بتلفيه اهو. تقطعيها كده، او ممكن تسيبيها كده وتقطعي ساعتها وانت بتلفيه. تسيبيها كده مفروضة زي ما هي كده، وتقطعي ساعتها وانت بتلفي. اقطع واحدة تاني اهي. العرق بس من هنا كده اللي بنقطعه، تظبطيها كده وتقطعي كده من هنا كده. تبقى الورقة معاكي كده اهي، تبقى كده. تقطعي على قد الصباع بتاعك اهو، او تقطعي ساعتها وانتي بتلفيه. تمام. نعمل تاني. العرق من هنا تشال، بتظبطيها كده، تيجي من هنا كده تقطعي عشان دي اللفة دي ما تبقاش صغيرة قوي معاكي. من هنا كده وتقطعي ده كده تقطيع الكرنب. كده الصلصة اهي اتسبكت اهي خالص، اتسبكت تمام.
البصلة بقى اللي كنا حاطين عليها ملح وفلفل هنعمل فيها ايه؟ هندعكها كده لحد ما تجيب ميتها ونحطها على الصلصة. العملة دي بقى كأنك بتاكلي كباب مش محشي، بتخلي المحشي في حتة تانية خالص. بس لو انت هتاكليه في نفس اليوم اعملي البصلة دي، مش هتاكليه وهتبيتيه عرفي في التلاجة محشي يبقى ما تعمليهاش، لان دي بيتعمل وهو بيتسوى في نفس اليوم بس. هننزل بقى بالرز مغسول ومتصفي اهو. ننزل عليه بقى بالبهارات اللي هي ملح وفلفل وكمون وبابريكا وبهارات محشي وكزبر، ننزل بيهم كده ومعاهم البصلة اللي دعكناها بملح وفلفل اهو. نقلب كل ده بقى كده مع بعض. ونحط عليهم معلقة زبدة كبيرة. معلقة الزبدة والبهارات دي بتبقى في الآخر خالص، بتخلي المحشي تحفة. نقلب كله كده نشوح مع بعض. شايفة بقى الخلطة اما الطماطم بتتسبك بتبقى لونها أحمر وجميل ازاي، تحفة. خلاص بقى كده هنطفي وننزل بالخضرة. ونقلبها كده. الخلطة تمام مش محتاجة أي حاجة تاني. هنحشي بقى. لما بتيجي تحشي بقى الحلة اللي بتحشي فيها بتقطعي فيها العروق بتاعة الكرنب مش كتير، حاجة بسيطة، والعيدان بتاعة الخضرة نحطها عليها كده ورش عليها، بتديله طعم حلو خالص لما بيستوي اهي. نيجي نحشي بقى الخلطة اهيت. ناخد الورق اللي احنا قطعناه اهو، تقطعي على قد الصباع كده اهو صغير. تحشي بقى كده، بتحطي شوية رز صغيرين خالص، تلفي كده، ما بتخليش رز على الصباع من بره. ده كده شكل الصباع اهو. نحطه، نعمل تاني شوية رز صغيرين خالص. انا شايفة ان كده حجم الصباع تمام، علشان على ما بيستوي بيزيد اهو، ما فيهوش اي رز خالص من بره. نعمل تاني شوية رز ونقفل نلفه كده، متخليش فيه اي زيادات خالص رز من بره، عشان على ما الحلة تستوي ما يبقاش الرز منطور كله على الصوابع من بره ويبقى مش حلو خالص ومعك. تمام. هنخلص بقى حشو الحلة دي. هننزل بقى بالبطاية نديها صدمة الاول قبل ما نحطها في المية. هنعمل ايه؟ صينية فيها او طاسة عندك كبيرة فيها سمنة على زيت، وهننزل بالبطة اللي احنا تبلناها ببصل نديها صدمة. مهم اوي تديها صدمة قبل ما تنزليها، الشوربة بتاعتها بتفرق اوي في الطعم. خلاص ادينا البطة صدمة، نزلنا بيها في المية بتاعتها اهي، مية السليلة نسلوها فيها، وهنحط عليها بقى البوكيه جرنيه
اللي هو بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان. البوكيه جرنيه ده ناقصه الجزر والكرفس، لو عندك حطيه. دي طماطمايه وبصلايه والحبهان مهم ان هو يكون مفتوح، وورق لورا وفلفل حطيه حصى. خلاص احنا تبلنا وعملناها ببصلايه وملح وفلفل، كفايه اول فلفل الناعم اللي احنا حطيناه هنا. هنا بقى احط الفلفل حصى مع مستكه وورق لورا، انزل بيهم كده ونغطي عليها بقى ونسيبها تستوي. البطه بقى خلاص استوت، علشان بقى ادهنها وادخلها الفرن لازم اعمل لها احلى صوص. ايه هو بقى؟ معلقه طماطم، حطينا عليها معلقه كاتشب، طماطم اللي هي صلصه طماطم، عليها معلقه كاتشب وعليها معلقه زيت، عليها شويه قرفه، عليها ملح وفلفل. تمام، يبقى ملح وفلفل وقرفه ومعلقه زيت ومعلقه كاتشب ومعلقه صلصه. نقلب بقى الصوص ده كله مع بعض كده، وندهن البطه. انت لو هتشغلي الفرن من فوق ومن تحت يبقى ادهنيها من ناحيتين، لو هتشغلي الشوايه بس ادهنيها من الظهر الاول وبعد كده ادهنيها من الوش. ندهن بقى كده بالفرشه القمر دي. ادي الصوص اهو. الصوص ده بقى معاكي في كل ايه، اي حاجه عايزه تدخليها الفرن، عايزه تعملي فراخ، تعملي بط، حمام عايزه تحمريه في الفرن مش على البوتاجاز كده يعني. احلى صوص معاكي تدهني بيه اي حاجه عايزه تدخليها الفرن. ندهن كده اهو، ادخلها الفرن بقى تتحمر من الناحيه دي وبعد كده ادهنها من الناحيه التانية. خلصنا بقى المحشي ولفيناه كده بقى بالشكل ده كده اهو. اهو رصي الرصه اللي انت تحبيها. حطيت معاه شطه خضراء بالنص كده تديله ريحه وطعم. تمام، مفيش بقى ولا حبايه رز طالعه من الصوابع اهي. نولع عليه بقى كده ونحط له الشوربه بتاعته. الشوربه حطي فيها معلقه صلصه، حطي في الشوربه معلقه صلصه وزوديه، ما تزوديهوش قوي، خليه باين منه شويه كده. حطينا الشوربه، امسكي الحله اعمليها كده وسيبي اول صف باين. تمام كده. خلي النار بتاعته على قد دورية الحلة بس تحت، ما تخليهاش عالية قوي وطالعة من الحلة، خليها مش عالية قوي. واول ما يتشرب وطي عليه وهيبقى كده تمام مستوي اهو. سيبيه بقى كده لحد ما يستوي. تعالي بقى اوريك المحشي لما استوى. الله على جماله، شايفه جميل ازاي، مفيش اي رز طالع منه، شايفه. يلا نقلب بقى دي كده. بسم الله، احلى على احلى. ايه الجمال ده، جميل ومستوي خالص. شايفه المحشي جميل ازاي، مستوي تحفه خالص اهو، مستوي من جوه. شايفه الرز طعمه تحفه. البطه اهي بعد ما حمرناها دخلناها الفرن بالصوص اللي انا عملته جميله. عملت معاه شوربه لسان عصفور. الف هنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معاكم الشيف زهرة من مطبخ زهراء. متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل